شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في استقبال الشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، فيه تصفد الشياطين، وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا تبشير منه صلى الله عليه وسلم لأصحاب قدوم الشهر وبيان بعض فضائله. فالمسلم يستعد لهذا الشهر بمعرفة فضله وبالتوبة النصوح وبالبرنامج لأعمال صالحة في رمضان، وبشكر النعمة أن بلغه الله سبحانه وتعالى رمضان. فحضور رمضان نعمة عظيمة تستوجب الشكر. فقد روى ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله بإسناد حسنه أهل العلم أن رجلين من بلا أسلما في يوم واحد، وكان أحدهما أكثر اجتهادا من الآخر، ثم قتل شهيدا، وعاش الآخر بعده عاما، ثم توفي. فرآهما طلحة في المنام، رأى أن رجلا خرج من باب الجنة فنادى بالرجل الذي مات آخرا فأدخله الجنة، ثم خرج فنادى الرجل الذي مات أولا وقتل شهيدا فأدخله الجنة، ثم جاء طلحة ليدخل فقال: لا، لم يحن أوانك بعد. فأصبح طلحة يقص الرؤيا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجبون. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: ومما تعجبون؟ أوليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى. أوليس صلى بعده كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى. قال: أوليس صام بعده رمضان؟ قالوا: بلى. قال: فإن الذي بينهما كما بين السماء والأرض. انظروا يا رعاكم الله إلى هذا الفضل العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا أدرك المسلم رمضان وهو بخير وعافية ووفق للصيام فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر. نسأل الله تعالى أن يبلغ رمضان وأن يتقبل منا إنه السميع